السلام عليكم. بتبدأ أحداث الفيلم مع كارول وهي خارجة من بيت وبتجري في اتجاه الغابة، وبتكلم صاحبتها أليكس وبتعرفها إن معاها كيس الماس، فأليكس بتوجهها للطريق علشان توصل لها، وبسبب الضباب ما بتبقاش شايفاها، لكن أليكس بتقول لها إنها واقفة وراها، فبتركب كارول معاها وبيتحركوا. وفي طريقهم بتسمع أليكس صوت وبتظهر لهم طيارات تتبع، وطيارة منهم بتضرب ناحيتهم نار، وأليكس بتجري وبتحاول تتفادى الرصاص، وبتطلب من كارول يبدلوا أماكنهم علشان تقدر تصيب الطيارة، وبتستخدم الأسلحة اللي معاها وبتوقع طيارتين، وبتفرح جدا هي وكارول إنهم وقعوهم. ولسوء حظهم البنزين بيخلص، فبيضطروا إنهم يكملوا طريقهم مشي، وفجأة تيجي طيارة وبتضرب عليهم نار، فبيتحموا هما الاتنين ورا الشجر، وبتطلع أليكس السلاح وبتصطادها، وبيروحوا بعدها المكان كارول شايلة فيه باقي معداتهم، وبيقعدوا يستريحوا شوية. وهنا كارول بتسمع صوت طيارة تانية، فأليكس بتصوب سلاحها ناحية الصوت، وأول ما بتظهر الطيارة بتوقعها، وبيلبسوا بدل شراعية وبيطيروا من فوق جبل، وأثناء نزولهم بيتكلموا مع بعض في نوع الأكلات المفضلة عندهم والمطاعم اللي بيحبوا ياكلوا فيها. وهنا بنعرف انهم لصوص محترفين واذكياء جدا وعندهم مهارات عاليه. بعدها بينزلوا الميه، ودي بتبقى نقطه الوصول. وتاني يوم بتكشف كارول في العياده الطبيه، والدكتوره بتبلغها انها حامل في 6 أسابيع، فبتبقى مصدومه ومرتبكه لانها هتكون ام بعد ما الدكاتره قالوا لها انها صعب تحمل. وبتروح السوبر ماركت لأليكس وبيشتروا لوازم البيت، وبتاخدها علشان يروحوا يسلموا الماس. وبتدخل كارول مغسله وبتقابل واحد اسمه تيز، وبتسلمه كيس الماس، والمساعد بتاعه بيعاينه وبيكشف عليه، وأليكس بتبقى مستعدة بالسلاح من على بعد لأي حركة غدر. ولما بيعاين الماس بيلاقيه أصلي ومميز. وهنا كارول بتطلب الفلوس من تيز، فبيقول لها إنه سلمها لرئيستهم العرابة، فبتتضايق كارول لأن ده ما كانش اتفاقهم، فبيهددها بالكلب بتاعه، لكنها بتعرفه إنه مستهدف وبغمزة عين منها هيموت في الحال. وصاحبه بيشاور له على الليزر اللي على هدومه، فبيعتذر لها وبيلطف معاها بالكلام. وبتسيبه كارول وبتروح لأليكس علشان يرجعوا البيت، وبتقول لها إنها زهقت وعايزة تسيب الشغل وتستقر وتعيش في هدوء. وفي البيت بنشوف أليكس وهي بتطمن على الأرنب بتاعها اللي مربياه، وبيبان إنها بتحبه جدا. وبتسألها كارول هيعملوا إيه لما يسيبوا الشغل مع العرابة، فبتقولها أليكس أي حاجة طالما هيكونوا مع بعض. وهنا بيبان مدى قوة صداقتهم، وبيروحوا للعرابة، وكارول بتبلغها إنهم هيسيبوا الشغل معاها وهيبدأوا حياة جديدة من غير مخاطر ولا مطاردات. لكن العرابة بتحذر كارول إنها تسيبها، خصوصا بعد ما دربتها وعلمتها كل حاجة عن شغلهم، وإنها الوحيدة اللي بتثق فيها في المهام الصعبة. بس كارول بتكون مصممة على رأيها. بعدها بنشوف أليكس معاها الأرنب بتاعها بتتمشى في الغابة، وبيكون معاها كارول لحد ما بيوصلوا المكان فيه المخبأ السري بتاعهم، واللي محدش يعرف مكانه لأنه غير مرئي، وبيدخلوه من بوابة خفية بين الأشجار. وبيقعدوا هما الاتنين يفكروا هيعملوا إيه لما يسيبوا الشغل مع العرابة. فأليكس بتقترح إنهم يفتحوا مطعم كبير تجيله الناس من كل مكان، وبيقعدوا يغنوا ويرقصوا وبيقضوا وقت سعيد مع بعض، وبعدها بيناموا. وفي نص الليل بيخرج الأرنب من المخبأ للغابة، وفجأة بتصحى كارول وأليكس على ضرب نار موجه عليهم من مسلحين، وبيحاولوا يحطموا الجدار الزجاجي الخفي. وأليكس بتستغرب إنهم عرفوا مكانهم، لكن كارول بتعرفها إنهم أكيد معاهم مناظير حرارية وقدروا يوصلوا لهم. وبيرجع الأرنب تاني من فتحة الباب، واحد من المسلحين بيدخل سلاحه وبيفضل يضرب نار في كل مكان، وأليكس وكارول بيستخبوا لحد ما ضرب النار بيقف والمسلحين بيختفوا. وبتتصدم أليكس لما بتلاقي أرنبها ميت، وبتحزن عليه جدا وبتعيط. وتاني يوم بتروح كارول للعرابة، وبتعرف منها ان هي اللي ورا الهجوم ده، وان ده كان مجرد تحذير ليهم لو فكروا انهم يسيبوا الشغل معاها. فبتصمم كارول على رأيها. وهنا العرابة بتخلي واحد من رجالتها يمسك شيف المطبخ، وبيهددوها انها لو ما رجعتش في كلامها هيموتوه. وبتسألها عايزة كام للعملية الجديدة، فبتضطر كارول تسحب كلامها علشان تنقذ الشيف، وبتطلب 2 مليون للعملية. وبتقعد معاها العرابة وبتعرفها ان العملية الجديدة سهلة ومش خطر، وانها مجرد سرقة بسيطة هتقوم بيها في كورسيكا. فبتقول لها كارول ان دي هتبقى اخر عملية ليها معاها. وبتروح لواحد اسمه أبنير بيشرح لهم تفاصيل العملية، وبيعرفهم انهم هيسرقوا لوحة فنية من الستينيات غالية جدا موجودة في معرض فنون في كورسيكا، وان الاسلحة اللي هيستخدموها هتبقى موجودة عند واحد اسمه كلارنس شغال في محل بقالة وهيدلهم عليه. والسواقة المحترفة اللي طلبتها كارول موجودة في حلقة سباق واسمها سام.
وبيعرفهم انه اجر لهم فيلا وعربيه علشان يقعدوا فيها لحد ميعاد العمليه. وبتروح كارول واليكس لسام في حلبة السباق وبيشوفوها وهي بتسوق وقد ايه سريعه، واليكس بتتوتر من سواقتها لكن كارول بتطمنها وبيقعدوا معاها وبيتفقوا على العمليه، لكن بيكتشفوا انها ما عندهاش اي مهاره تانية غير السواقه. فبتستعرض اليكس قدامها وبتقول لها انها قناصه وتقدر تصيب الهدف من على بعد 800 متر، وسام بترد عليها بانها تقدر تلف بالدراجه الناريه 3 مرات في الجو وبتنزل على الارض بمنتهى الثبات. وهنا كارول بتوافق ان سام تكون معاهم وبيسافروا على مركب لكورسيكا، وبتعجبهم الفيلا جدا وكل واحده فيهم بتختار الاوضه اللي هتنام فيها. بعدها بيروحوا المحل البقاله عند كلارنس وبيعرفوه انهم تبع ابنير، وبيدوا له قائمه طلباتهم للاسلحه اللي عايزينها، فبيجيبها لهم ومعاها اسهم تخدير وشويه اسلحه تانية. وبيقول لأليكس ان معظم المنتجات اللي في المحل اسلحه مش اكل، وبيوري لها رمانه وبيقول لها انها قنبله، وان السجق اللي عنده قنابل مسيله للدموع. ولما سام بتمسك ازازه الصوص بيمنعها وبيخليها ترجعها بالراحه لانها ماده خطره جدا. فبتعجب بيه أليكس جدا، وبتبدا كارول تدرب سام على استخدام السلاح، وبالليل بتديها تليفون هتستخدمه لسرقه المخططات الخاصه بمبنى معرض الفنون وكل مداخله. والصبح سام بتسال كارول هي ازاي اتعرفت على أليكس، فبتقول لها انها قابلتها وهي عندها 14 سنه، وقتها كانت بتنفذ عمليه مع تجار الماس وساعدتها أليكس في المهمه، ومن هنا نشأت صداقتهم ببعض لحد ما كبروا. وبتمر الايام وهم بيتمرنوا وبيتدربوا، وأليكس بتعلم سام التصويب واستخدام السلاح بشكل احترافي لحد ما بتجهز وبتبقى مستعده. وفي اثناء العشاء كارول بتقول لأليكس انها هتروح مع سام علشان يسرقوا مخططات مبنى معرض الفنون وقت الغداء واستراحه الموظفين من الشركه المعماريه. وبتروح سام للشركه وأليكس بتكون متابعه تحركاتها وبتوجهها لحد ما بتدخل المكتب وبتحمل على التليفون مخطط المعرض. وأليكس بتلاقي الموظفين راجعين وبتقول لسام اللي بتخاف جدا وبتطلب مساعدتها، فبتضطر أليكس تروح لها وتخدرهم كلهم علشان سام تخرج. وبيركبوا سوا الموتوسيكل وسام بتستعرض لأليكس مهاراتها وسرعتها في السواقه، وبيرجعوا لكارول وبيسلموها التليفون. وبالليل بيخرجوا مع بعض وبيحتفلوا، وأليكس بتقابل كلارنس وبترقص معاه وبيتفسحوا سوا على مركب وبيقربوا من بعض اكتر. وبيقولها كلارنس انه قدر يوصل للمسلحين اللي خلصوا على الارنب بتاعه وانهم تبع رئيس عصابه اسمه اسكوبار في ايطاليا، وبيعرفها انه شخص خطر جدا ولازم تاخد بالها. وبتروح العرابه لكارول في الفيلا علشان تطمن ان العمليه هتتنفذ في ميعادها، وكارول بتقول لها انهم مستنيين ابنير يكلمهم علشان يبتدوا في تنفيذ العمليه زي ما اتفق معاهم. وبالليل بتيجي أليكس لكارول وبتقول لها انها عرفت مكان المسلحين ورئيسهم اللي خلصوا على الارنب وعايزه تنتقم منهم، تطلب منها انهم ياخدوا سام معاهم. ولما بيوصلوا ايطاليا بيروحوا لمكان اسكوبار ورجالته، وبتطلع أليكس فوق برج وبتستعد بسلاح القناصه الخاص بيها. وكارول وسام بيوصلوا لاسكوبار وبيقدموا نفسهم ليه على انهم فنانات وعايزين يشتغلوا في المطعم بتاعه، وبيقدموا له رقصه اسبانيه مميزه علشان يلهوه. وفجاه كارول بتدي الاشاره لأليكس اللي بتخلص عليهم واحد ورا التاني، وسام وكارول بينهوا رقصتهم بموت اسكوبار، وأليكس بتحقق انتقامها. وبيرجعوا الثلاثه في مركب وبيقضوا وقت ممتع مع بعض، وبيقربوا هما الثلاثه من بعض اكتر. وهنا كارول بتعترف لهم انها حامل وبيفرحوا لها جدا. بعدها بيروحوا لأبنير اللي بيكلمهم يقابلوه في بيت صديقته روزا، وبيقعد معاهم وبيعرفهم انهم هيقوموا بالعمليه تاني يوم وهيستخبوا في الكنيسه اللي جنب المبنى لحد ما الماتش يبتدي والحراس ينشغلوا بيه وينتظروا اشاره منه قبل ما يتحركوا. بعدها يدخلوا نفق يوصلهم داخل المعرض ويطلعوا للطابق العلوي اللي فيه اللوحه، وسام هتبقى مستنياهم في العربيه على الطريق، وهو هيبقى واقف بعربيه سندوتشات عند المعرض وعلى اتصال بيهم ومتابعهم مع روزا. وبعد ما يسرقوا اللوحه هيتجمعوا كلهم في الجنينه، وبتبدا العمليه وبيستخبوا كارل وأليكس في الكنيسه، وابنير بيقف بعربيه السندوتشات مع روزا عند معرض الفنون، وسام بتقف العربيه في مكانها. وبيجوع ابنير فبيضطر يحضر اكل مع روزا، وهنا السماعه بتقع منه في الاكل وللاسف السماعه بتعطل. وبيوصل فريق تصوير للمكان وبيلاقوا ابنير فبيطلبوا منه سندوتشات، وبتزهق أليكس من انتظار اشاره ابنير فبتقرر انها تستعد هي وكارول باسلحتهم علشان يطلعوا. وبيبلغوا سام انهم هيتحركوا وبيكلموا ابنير لكن ما بيردش عليهم. وبتيجي واحده من فريق التصوير لسام تطلب منها انها تتحرك بالعربيه علشان شغلهم، وبتدخل كارول وأليكس من النفق وبتخدر أليكس حراس كاميرات المراقبه وبيطلعوا في الاسانسير، وبتكلمهم سام وبتقول لهم انها اتحركت من مكانها وان في فريق تصوير دخل المعرض والدنيا هتبقى زحمه ولازم يلغوا العمليه. لكن كارول بترفض وبتقول انهم هيكملوا مهمتهم وان الزحمه دي في صالحهم علشان ياخدوا اللوحه من غير ما حد يشك فيهم. وكارول بتكلم ابنير اللي بيبقى مشغول بعمل السندوتشات لفريق التصوير هو وروزا، وبيطلع
بيطلعوا الدور التاني وبيضربوا الحراس وأليكس بتخبيهم، وكارول بتروح تفك شفرة دخول القاعة اللي فيها اللوحة وبتعطل جهاز الإنذار، وبتشوف حارس بره الباب فبتطلب من أليكس تتولى أمره، وبتدخل القاعة وبتلاقي اللوحة فبتقول لسام تستعد وبتبتدي تقطعها، وأليكس بتاخد الحراس اللي ضربتهم وبتحطهم جنب بعض، وفجأة بيدخل واحد يتفرج على اللوحات وبيشوف كارول وهي بتقطع اللوحة وبيسألها بتعمل ايه، فبتقول له انها تبع فريق التصوير وبتشيل اللوحة المزيفة اللي حاطينها علشان يرجعوا الأصلية مكانها، فبيصدقها وبيساعدها انها تحطها في الجراب بتاعها. وبنشوف أبنير اللي بيقدر يصلح السماعة وبيحاول يكلم البنات لكنه بيتفاجئ بيهم قدامه ومعاهم اللوحة، وبيحتفلوا كلهم مع بعض بنجاح العملية وبيبقى معاهم كلارنس، وبيجي تليفون لكارول من صديق ليها بتطلب منه يساعدها في مهمة. في اللحظة دي بتروح لها أليكس وبتقولها انها هتسافر مع كلارنس للمكسيك بعد ما يسلموا العرابة اللوحة ويخلصوا من أوامرها، فبتفرح لها جدا وبتحضنها. وفي اليوم التاني بتروح كارول للعرابة وسام بتبقى منتظراها بالموتوسيكل، وأليكس مراقبة تحركاتها وبتتواصل معاها بالسماعة ومستعدة بسلاحها من المبنى اللي قدامهم. وكارول بتسلم العرابة اللوحة وبتقول لها تحول لها الفلوس لحسابها، وبتاخدها العرابة في أوضة تانية علشان تتكلم معاها، وبتخلي الحارس يقفل كل الستاير. وهنا أليكس ما بتعرفش تشوف كارول ولا العرابة اللي بتبقى متأكدة إن أليكس مراقباهم ومستعدة بسلاحها، وبتقول لكارول إنها مش هتسيبها تمشي ولو فكرت تموتها هي كمان هتموت. وهنا كارول بتوجه أليكس المكان الحارس بالظبط وبتقدر تصيبه وبتتخلص منه، وبتعرفها مكان العرابة وفعلا أليكس بتقدر تخلص عليها. والحراس بيسمعوا صوت ضرب النار وبيطلعوا بسرعة بس ما بيلحقوش، وأليكس بتصطادهم واحد ورا التاني قبل ما يدخلوا لكارول. والشرطة بتوصل وأليكس بتطلب من كارول إنها تهرب بسرعة، لكن كارول بتقول لها إنها خلاص انتهت وبتترجاها تسيبها وتهرب مع سام. وهنا أليكس بترفض إنها تسيبها. في اللحظة دي الشرطة بتقتحم المكان وكارول بترفض تستسلم فبيضربوها وبتتصدم أليكس وما بتبقاش مصدقة إنها ماتت. وسام بتحذر أليكس وبتقول لها إن الشرطة عرفوا مكانها وفي طريقهم ليها، فبتطلع تستخبى على سطح مبنى وهي حزينة وبتفضل تعيط على كارول. ولما سام بتطمن عليها بتمشي بالموتوسيكل من المكان. وبتعدي 4 سنين وبنشوف سام رايحة لأليكس وبتعاتبها إنها ما كانتش بتكلمها طول الفترة اللي فاتت، فبتعتذر لها أليكس وبتقول لها إنها كانت مكتئبة من ساعة موت صاحبتها، فسام بتطلب منها تطلع معاها رحلة لآخر مرة لأنها محتاجة لها، فبتوافق أليكس. وبنشوفهم وهم راكبين خيول وبيوصلوا عند بيت بين الجبال، وبتتفاجئ أليكس ببنت صغيرة شبه كارول فبتفتكر صاحبتها وبتعيط. في اللحظة دي بتظهر كارول وبتمسح دموعها، وأليكس بتتصدم وبتبقاش مصدقة إنها قدامها، فبتهديها كارول وبتحكي لها إنها اتفقت مع مجموعة من الرجالة إنهم يمثلوا كأنهم ضباط شرطة، ودي كانت خطتها علشان يقدروا يعيشوا حياة طبيعية بعيدة عن المشاكل. وبتحضن أليكس وسام وبتاخد بنتها وبيعيشوا كلهم في أمان زي ما كانوا بيتمنوا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتكتبوا لنا في التعليقات عن أي مسلسلات أو أفلام حابين إن احنا نلخصها لكم الفترة اللي جاية.